لم تتقدم لي بطلب، الكلمة تطلب كتابة. اتفضل. لم تقدم لي بيان عاجل، لم يصلني. لا لم يصلني. اتفضل اجلس. لا ندار المجلس بهذه الطريقة. اتفضل يا استاذ ابو العز. مقدم لسيادتك بيان عاجل. انا عندي في موضوع ايه؟ في موضوع ايه؟ في بيانات عاجلة. البيانات العاجلة ليست بالضرورة ان تتلى في الجلسة. في بيانات عاجلة بحولها للجان المختصة. البيانات العاجلة اللي لها صفة العجلة الان، يعني تقدم لي بيانات عاجلة، انا لا اهمل شيء، ولكن لا اعرف البيان العاجل موضوعه ايه. اتفضل قول. سيادتك في خلال اسبوعين اتخطف من قريتي 4 مواطنين واندفع فيهم ملايين الجنيهات. مقدم لحضرتك بيان عاجل بخصوص هذا الموضوع، فانا بطلب من حضرتك التقصي الحقائق في الموضوع ده، او يعني لا ده مش تقصي البيان العاجل شيء وتقصي الحقائق شيء. انت عايز تقول بيان عاجل، حول لجنة الدفاع والامن القومي. انت بتقول بيان عاجل، لازم السادة الزملاء، البيان العاجل حينما يقدم الي لابد ان اخذ اجراءات حتى اخطر الحكومة او اتي بها حتى يكون في اجابة لهذا الكلام. يعني اذ ليس بالضرورة ان كل ما تطلب مني بيان عاجل هدوس على زرار ونقوله. المجلس له يعني ادارة. اتفضل حضرتك تذكر البيان العاجل اللي انت عايز تقوله الان. اتفضل. تم خطف 4 افراد من القرية، قرية واحدة بالتتابع في خلال اسبوعين. هذا الشأن لا يستدعي المناقشة في هذا الموضوع. يستدعي المناقشة ولكن ليس عاجل الآن. ليس عاجل الآن. هذا الأمر يخضع إلى تقدير رئيس المجلس. أي واحد في حضراتكم مخطوف هيهد الدنيا عشان يرجعه. هذا يخضع لتقدير رئيس